احتراف تشيلسي او شغله ما ادري يعني. إيه ليش ما رحت استمريت بتشيلسي؟ هذا قول الحق على نفسك صح؟ الاخ حمد محمد هذا إيه. قول الحق على نفسك. إيه. هذا اغبى قرار اخذته في حياتي. ليش؟ ان رجعت من هناك يعني. كان ان السفاره الكويتيه اللي هناك بلندن قالوا لي نبي كنت بالسعوديه، قالوا لي نبي شريط لك. كلمت اخوي قلت له بيك واحد من السفاره بالكويت، انا بالسعوديه وبالكويت. قلت له عطى الشريط، عطى ونسيت الموضوع. خلصت السعوديه رحت سافرت وانا مسافر ورا يدقون علي قالوا باكر تي لندن في تجربه لك مع الفريق. قلت له مسافر انا صار لي شهر ما تمرنت، وانا اجي لندن تصرف وارجع اليوم الثاني الكويت، ومن الكويت تاخرت يعني. فالفريق راح ايرلندا عندهم مباراه وديه. فوصلنا انا وديشام كنا، بس هو خذوا ايرلندا على طول، انا خلوني. فقالوا لي تمرن مع اللي قاعدين اللي ما سافروا. تمرن معاهم يومين على 3 ايام على ما يجون الفريق. اللي ما سافروا كم لاعب مع الرديف مع لاعبين الصغار، ويقول خلاص باكر راح تجيك السياره الساعه 7 الصبح. ليش 7 الصبح؟ يقول تمرين 8. اوف تمرين ويدقون يدق الصبح. الحين خلاص بروح الفندق. لا ما تروح الفندق، هناك تاخذ لك شاور تغدى ساعه وترجع مره ثانيه التمرين الثاني. فالتمرين الثاني لا كان كره. يومين على هالحاله. طبعا انا قلت الحين بلندن بطلع وهذا ترجع الفندق طبعا هالكان. ف يومين وبعدين دقوا علي ربعي بيسافرون. وانا يعني لما رحت ما حد قال لي شنو راح يعني تواجه، شنو الظروف، شنو راح يصير. فجأة كذي من وايد تضايقت يعني، وايد تعبت وتضايقت فقلت برجع. قعد راح يجي الفريق وراح يدش معاهم تدريب المهم طقت طياره بروحي ورجعت. اي يعني المشكله ندمت على هذا القرار. محمد انا اسوء قرار اخذته بحياتي. اسوء قرار انا اعلم بالسالفه هذه. يمكن بشار يسند عليه فيها مؤيد شهاب بعد، وفيها مؤيد السفير اللي رتب له السفير الشيخ علي الخالد. كان وقتها هو قنصل، الان هو سفيرنا في ايطاليا. في ايطاليا نعم. في رجل انا هذا صديقي يعني متواصل. فيقول انا هذا صديقه الروح بالروح رئيس نادي تشيلسي قبل الروسي.